بنسمع كتير عن مصطلح إدارة الوقت أو كورسات في إزاي تنظم وقتك، بس مش بنفهم حاجة وبنقفل الفيديو من غير ما نطبق أي حاجة. في الفيديو ده هكون بتكلم معاكم عن يعني إيه تنظيم الوقت وليه مهم أنظم وقتي وأنا بنظم وقتي إزاي، وأنت إزاي تبدأ تنظم وقتك وإيه هي البرامج المهمة في تنظيم الوقت. فمش معقول يعني أكون بفيدك بكل ده وأنت ما تفيدنيش بلايك واشتراك في القناة، مش منطقي حتى. يلا بينا. أول حاجة، يعني إيه تنظيم الوقت؟ تنظيم الوقت هي عملية إدارية هدفها استثمار الوقت لإنجاز كل المهامات والواجبات اليومية المطلوبة بدون تأجيل. يعني ببساطة أنا عليا حاجات معينة والمفروض إن هي تتعمل النهاردة مش بكرة، فتنظيم الوقت هو إزاي أعمل المهامات بتاع النهاردة مش بكرة. المشكلة بقى إن إحنا كلنا بنقع في فخ التأجيل، يعني ممكن حاجة ما تاخدش أصلا نص ساعة بس نأجلها ونقول نعملها بعدين وبعدين يجي وما نعملهاش. فتنظيم الوقت بيساعدني إن أنا أخلص المهامات اللي عليا وأعمل الحاجات اللي ورايا. طيب هو احنا ليه مهم نتعلم عن تنظيم الوقت؟ في مثل انجليزي حلو بيقول لك ايه، اللي عنده وقت عنده حياه، واللي بيضيع وقته فهو بيضيع حياته. علشان كده الوقت بيساوي حياه، فمهم جدا نعرف ندير وقتنا ازاي علشان ده هيساعدنا ان احنا ندير حياتنا صح. فاول اهميه لاداره الوقت هو تحقيق الاهداف. يعني الشخص اللي بيعرف ينظم وقته صح تلاقيه عارف يرتب اولوياته كويس، هو عارف عاوز ايه فبيوصل بسرعه لهدفه، وتلاقيه بيقطع مسافه اطول في وقت اقصر لان هو ماشي في الطريق الصح، على عكس الشخص اللي هو بيأجل وبيسوف تلاقيه بياخد نفس المسافة بس في وقت أطول. فتنظيم الوقت هنا مهم علشان هو بيوصلك لهدفك بسرعة. تاني أهمية هتلاقيها في تنظيم الوقت إن هو بيقلل الضغط اللي عليك، بيخليك عارف تنظم الحاجات المهمة اللي أنت بتقضي فيها وقت وتركيز وما بين الحاجات اللي أنت بتصرف النظر عنها وتأجلها لأن هي ممكن تكون ضغط عليك وخلاص. يعني تحس إنك مضغوط في حاجات كتير جدا وراك عايز تخلصها فتتعب وترهق وتيأس وتكتئب. فعلشان كده من أهمية تنظيم الوقت إن هو بيقلل الضغط اللي عليك بسبب المهامات المتراكمه عليك، يعني الحاجات اللي فوق بعضيها ومتكومه، ازاي انا هخلص ده، انا هخلص ده امتى، انا هعمل ده امتى، طيب قدامي ساعه، طب قدامي نص ساعه، هل حاجه اخلص هل حاجه مش هخلص. تنظيم الوقت بيساعدك ان انت تخلص المهم ثم الاهم ثم يعني مهم واحده 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 لغايه ما تلاقي نفسك خلصت كل المهامات وكل الحاجات المتراكمه عليك. ثالث اهميه زياده الانتاجيه، ده برده من ضمن مهامات اداره الوقت ان هو بيخلينا منتجين اكتر. فاستغلال الوقت الفراغي بيخليك تستغل الوقت اللي انت فاضي فيه علشان تنتج اكتر. فمن اكتر الحاجات اللي بتحسس الانسان بالملل هو الوقت الفاضي، وطول ما انت قاعد فاضي عقلك كده هيقعد يودي ويجيب وهتبدا تمل، والملل ده يتحول بعدين لكآبة واحباط. فتنظيم الوقت بيساعدك ان انت تهرب من الملل وتهرب من الاحباط. طيب انا بنظم وقتي ازاي؟ بص، هو انا شغال في تنظيم الوقت بالورقه والقلم، يعني اكتب كل حاجه اللي المفروض اعملها النهارده وبترتيب المهم الاول بعدين كده الاقل اهميه، بحيث ان انا اشتغل على المهم الاول. حاجه زي كده قائمه المهمات او التو دو ليست. بس وانا في الثانويه انا كنت دايما اعمل جدول للمذاكره واقول من الساعه كذا هذاكر للساعه كذا هذاكر الماده كذا ومن كذا لكذا هذاكر ماده كذا، وبصراحه ده كان بيفيدني جدا وقتها. ودلوقتي بقيت اول ما بقوم من النوم بكتب الحاجات اللي انا المفروض اعملها النهارده وهل انجزت فيها ولا لا، وبديها تقييم من 100. وزي ما انا هوريكم في الرسم البياني ده، الرسمه ديت بتعرفني لو في مهام مطلوبه مني يوميا او حاجه انا بعملها يوميا بعرف اقارنها بين النهارده وبين امبارح، ولو في خلل اشتغل على ان اصلح الخلل ده وما اكررش الغلط بتاع امبارح اللي هو اخرني او عطلني او ما خلانيش اعملها بطريقه كويسه. انت بقى ازاي تنظم وقتك؟ هلخص عليكم الرحله في تنظيم الوقت. كل اللي عليك بس انك تعمله هو اول ما تقوم من النوم امسك ورقه وقلم وابدا قسم الورقه ديت لاربع مربعات، واكتب في المربع الاول مهم ولازم يتعمل، المربع الثاني مهم بس مش ضروري قوي يعني، المربع الثالث اقل اهميه بس ضروري، المربع الرابع بقى او الاخير هتلاقيه فيه حاجات كده انت اصلا مش مهم تعملها ومش ضروريه وممكن تطنشها وما تعملهاش اصلا علشان ما تسببلكش ضغط. وانت بتكتب في كل مربع خليك لماح وانت بتكتب، يعني تكتب المهام المهمه الاول وكل ما تنزل لتحت تبقى بتكتب اللي هو اقل اهميه، وابدا اشتغل على اول مربع انت كاتب فيه اللي هو الحاجات المهمه ولازم تتعمل، واول ما تخلص هتلاقي بقى عندك حماس ودافع انك تعمل الباقي. الطريقه الثانيه وهي مش طريقه بس ببساطه قلل استخدامك للموبايل، لان ممكن الموبايل يكون بيعطلك عن تنظيم الوقت وبيعطلك عن حاجات انت كان لازم تعملها. واخر حاجه معانا في الفيديو هي البرامج اللي انا بستخدمها. اول برنامج وده اللي هيفيدك جدا هو نوشن، حمله انت بس على موبايلك او على الكمبيوتر بتاعك ودور على اليوتيوب ازاي يستخدم نوشن، وانت هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم على قد ايه نوشن مهم وقد ايه ازاي
بيفرق معاهم في حياتهم لما بيستخدموه. هتلاقي ناس كتير بتتكلم احسن مني على ازاي تستخدم نوشن. تاني برنامج معانا هو التيك تيك، مش التيك توك. البرنامج ده انت هتكتب فيه الحاجات المهمه ولازم تتعمل، وهتلاقي قدامك كده مربع، اول ما تخلصها تضغط عليه هيشطب لك عليها ويديك شويه دوبامين حلوين يبسطوك. بص انا حبيت الفيديو ما يكونش طويل وممل، فلو انت سمعت الفيديو لحد دلوقتي اوعدك انك هتكون شخص ناجح ومنظم لانك مهتم بموضوع تنظيم الوقت. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان ده هيخلي اليوتيوب يقترحه لناس كتير. شكرا ليكم، سلام.